أستاذ منيب، وزارة التربية الوطنية يعني أشعلت نساء ورجال التعليم الساحة ديالهم اليوم بمرسوم تيقولوا رجال ونساء التعليم ما تشاوروا معهم، ما وراهم حتى تسربت الوثيقة وما فيه لا تعويضات نساء رجال التعليم. كيفاش كتفسر هذا المرسوم ديال وزارة التربية الوطنية؟ أولا أنا كنقول بأن مجال التعليم من المجالات الأساسية اللي أي حكومة كتحترم راسها، أي دولة كتحترم راسها خصها تعتنى به. اليوم واحد العدد الكتب القيمة والبحوث العلمية كتبين بأنه كاين تعميم ديال التفاهة والضرب ديال التعليم. علاش؟ لأن قال لك البشر كثير، ماشي كلشي خصو يقرأ. هذا واحد التقرير كان خرج في 2000 كيقول بأنه الناس اللي كتنجح خاص 10% يكونوا معلمين و90% يقضيو حاجة. ولهذا أنا توجه هذا توجه أنا غنسولك في التوجه عينا بالوصفات، مش استعجالي مسار طبيعي ميثاق التربية. شنو واقع؟ حتى واحد ما بغانا نقراو، حتى واحد ما بغى ولاد الفقراء. شحال هذه كانوا كيكذبوا علينا كيقول لك لولا ابناء الفقراء لا ضاع العلم، كانوا ابناء الفقراء وطلعوا لنا والجبري وزيد 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 وزيد. دابا ما بقاوش اولاد ابناء الفقراء يقراو، حتى اولاد الطبقه المتوسطه ما بقاوش كيقراو. علاش كيخافوا منا نقراو؟ كيخافوا منا نقراو حيت القرايه المعقوله هي الوعي، القرايه هي الحس النقدي، القرايه هي انك كطالب حقوق بغيت ترزقي. لا خاصك انت خصو التفاهه، خاصك تشد الدبلوم وديرو مورا ظهرك وتفرح وانت خاوي ما تعرف حتى حاجه. عندك الدكتوراه وانت مشلل، عندك الماستر وانت ما كتفهم حتى حاجه. صباح الخير ما تعرفش تقولها مزيانه باش تصلح لهم، باش المقدم اللي ينهض فيك انت تخلع. فهمتيني؟ هذا الشيء كاين. اذا اداره العالم بنظام التفاهه راه كتب عليه الان دونو لا ميديوكراسي، الكلاخ المبين. هذا هو اللي كيتقرى اليوم. فينا هي القيم؟ فينا هو الحس النقدي؟ فينا هو الحس المواطناتي؟ فينا حيت قريتي الناس داكشي غيبداو يتسالوا فينا هو علاش ما كاينش ما مطبق. صحيح. هذه الاولانيه. اذا الوزاره ديال التعليم دائما كان عليها 100 و100 عفريت. كل مره كيجي شي واحد يكون طيع باش يوقع على داك الشيء اللي بغاو يديروا باش يهرسوا، لان اسلحه الدمار الشامل وجهت المدرسه، وباش يقضوا على المدرسه وجهوا الاسلحه للاستاذ والاستاذه. راه خصهم يتكرموا، خصهم يتكونوا والتكوين المستمر خصهم مزيان باش يأديو هاد الامانه على احسن وجه. اليوم الاستاذ كيدور في الزناقي وكيسلخوه هذا وفرضنا عليه بالعقده وكذا. هذا الشيء اللي جاء في المرسوم الاخير معلوم كاينه هناك استهانه بالاساتذه. دخلوها في الجامعه، الاستاذ ولا كان ماشي غير كيأطر وكيقري وكيدير البحث العلمي، لا خصو يدير شويه الاداره ويحل الباب ويسد شراجم ويدير 100 مهمه ومهمه. نفس الشيء بغاو دابا الاساتذه يديروه في هذا الشيء باش يذوبوا. استاذ كان شحال هادي ملي كيبقى لي شويه الوقت، هذا استاذ ديال الاس في تي كيخرج الوليدات يشوفوا النباتات يدير، ما بقاش عنده الوقت يدير هذا الشيء، ما كاينش الوقت وما نعوضوش. هذه السياسه ديال تفقير الاستاذ واهانه الاستاذ وعدم احترام كرامه الاستاذ ونتقلوا الكاهل ديالو باش ما يبقاش ليه الوقت فين يتنفس، ما يبقاش ليه الوقت يدخل شي نقابه، ما يبقاش ليه الوقت يدخل شي حزب، ما بقالوش الوقت يساهم في البناء ديال الديمقراطيه اللي بغيناها في البلاد، ولا الحوار الاجتماعي مجمد، ولا كيدخلوا يضحكوا عليهم كاس داتاي انتم وقعوا معنا راه يكون خير، داك يكون خير بوان كوم شي حاجه ما كاينه. اذا هاد الناس ما كيشوفوش سنغافوره، ما كيشوفوش السويد اللي الملك كيدخل ولده في نفس المدرسه اللي غتدخل فيها انت ولدك مثلا، لانها بجوده عاليه، واللي عنده كيخلص واللي ما عندوش كيستافد. كيدخل ولدك كيقرا، كيدير حتى هو الموسيقى الفيولون، يدير شي حاجه كيتفتح العقل ديالو باش كنبنيو المجتمع بكل ابنائه وبناته، ماشي بحال حنايا التعليم بسرعات مختلفه. هذوك يمشيو يقراو لهيه وهذو يقراو والو هنايا، ونسدوا المدرسه الابتدائيه اللي قريت فيها مثلا هدموها، كانت من اجمل ما يكون كذا في شارع الزراوي، طرقوا عطاو الخواص داروا واحد لاسيتي بالفلوس. حنا ما كاينش، حنا غير الريع، حنا غير صحاب بوشكاره، نغنيو الغني ونفقروا الفقير. والمدارس ديال اللي يقراو فيها اللي غيقراو فيها اولاد وبنات المغرب هذيك راه 38 مدرسه اللي تهدمت في المغرب. علاش؟ علم الشماش حيت ما بغاوش المغاربه يقراو. عندك شي حاجه كيف قال داك الوزير مسكين الله يسمح ليه، اللي عندك ضرب على جيبك ما عندكش. كيفاش نضرب على جيبي؟ حنا كل والدينا كانت المدرسه بالخلاص ما نقراوش. شكون اللي قال هذه؟ قالها الوزير الداودي واحد الوقت كان قالها. كان قال اللي بغيت تقرا ولادك ضرب يدك على جيبك. وهادو راه ما كيقولوهاش ولكن كيطبقوا عليك. واش عباد الله داروا لينا سميتو هذا البرنامج اللي من 2015 ل 2030 وما عرفت لك شي ما بداو حتى 2019 غير روينه. يعني التعليم مرتع ديال الفساد وديال تدمير الانسان، ماشي بناء الانسان. التعليم مرتع ديال تدمير الانسان، ديال الفساد وديال تدمير الانسان. مرتع تدمير الانسان. لا حيت كاين الفساد الاخلاقي، الفساد ملي تكون انا مسؤول
وما نبنيش المدرسه وعندي خصاص ديال الاساتذه ب100,000 استاذ واستاذه، وانني ما ندخلهمش الوظيفه العموميه حيت قالتها لي البنك الدولي، قالت لي خصك تقلص الكتله ديال الاجور ونخلي الاستاذ تيلقف كيقبض 2 دريال ودير ليه CDD، راه ماشي معقول. انا راه هذا العام شحال من مره دخلت